يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. يوم جديد في حياة أم عندها طفل. يومنا النهاردة ابتدى بشوية طلبات كده بسيطة كانت ناقصانا في البيت. نزلت جبته ودخلت على المطبخ بقى أشوف اللي ورايا. الأول ابتديت أغسل الخضار دول، شوية الخضار اللي أنا جبتهم، وأصفيهم وأحطهم في التلاجة. كنت عايزة أتكلم معاكم في سر صغير كده بيفرق مع أغلبنا وبيفرق مع حد مكمل في طريقه وناجح، وحد بيقف من أول صعوبة في الحياة. أغلبنا بيستنى اللحظة المناسبة أو المود الصح عشان يبتدي ينظف، يطبخ، أو يشتغل على حلمه، أو يحقق هدف هو عايزه عامة. بس الحقيقة إن الشغف لوحده مش كفاية، والنشاط مش بيجي لوحده. النشاط هو اللي بيجيب الشغف يا جماعة. عارفة إحساس لما تبقي مكسلة وقاعدة مكانك وتقولي كمان شوية هبقى أقوم أعمل الحاجة دي؟ الساعات بتجري والوقت بيجري والوقت بيضيع، وفجأة تلاقي اليوم خلص وانتي ما عملتيش حاجة مفيدة. تلاقي نفسك زعلانة ان اليوم خلص من غير ما تعملي حاجة مفيدة في اليوم. لكن اول ما تدي اشارة لنفسك، مش هقول بتضغطي نفسك، لا، تدي اشارة لنفسك انك تقومي وتاخدي اول خطوة. اعملي خطوات بسيطة، ابدأي بخطوة بسيطة. تشربي حاجة، تقعدي في البلكونة شوية، تشوفي مثلا طبقين في الحوض عايزة تغسليهم، تفتحي التلفزيون تتفرجي على حاجة. كل ده بيفرق. وتبدأي تجهزي في أكلك فبتلاقي ان الطاقة اتغيرت. عكس ايه ده، وانا ما كنت من شوية مش قادرة اعمل الحاجة دي؟ لا، ده انا لما ابتديت اتحرك، لا، النشاط بيجيب نشاط وبيجيب شغف، وفجأة بتلاقي المود بتاعك اتغير وبقيتي مبسوطة عشان نفسك مش عشان حد. لو قعدنا مستنيين ان اللي حوالينا هم اللي يبسطونا ويسعدونا، حقيقي مش هنتبسط وهنبقى مكتئبين. طب ليه؟ لا، انا اشتغل على نفسي وابدأ بنفسي انا الاول، ان انا اكون عايزة نفسي اكون سعيدة ومبسوطة. فدي حاجة بتفرق معانا كلنا بصراحة. اللي عايز يبتدي يعمل حاجة يقوم يعملها، ما تأجلوش عمل اليوم يا جماعة. ده بيفرق. انا ده بيفرق معايا انا شخصيا. لما بقعد أجل بندم على اليوم خلص من غير ما اعمل فيه اي حاجة مفيدة. طب ليه؟ زي النهاردة كده، انا بقالي كام يوم كنت محتاجة اجيب خضار وكل شوية، فقعدت افكر مع نفسي كده، ليه لا انا اقوم اعمل الحاجة واشوف اللي ورايا، اشوف انا ايه اللي بيبسطني واعمله. مش لازم استنى حد يديني دفعة للامام عشان اتحرك. فالحمد لله نزلت جبت الخضار وجيت. طبعا انا ما كانش عندي نشاط خالص، بقول لكم ما كانش عندي نشاط، بس اول ما اتحركت لا، جبت حاجتي وعملت كل حاجة والحمد لله. يومي عدى وحاولت ابسط نفسي. كنت النهاردة محتارة اعمل غدا ايه، كمان انا بقى اخر الشهر والواحد بقى تقل على الميزانية قوي وكمان زهق، فقلت اعمل رز وبطاطس. اسمه الرز والبطاطس المدفونة، مش عارفة، او المدفوسة، مش عارفة، في حد بيقولها مدفوسة وفي حد بيقولها مدفونة. فابتديت في عمايل الرز. قلت بصلة ونزلت عليها بصلصة الطماطم، نزلت بمرق الدجاج وشوية فلفل اسود وبهارات فراخ وشوية بابريكا، وسبتهم يتسبكوا. وهنا كان عندي شوربة في التلاجة مجمدة، طلعتها احطها. الأكلة اقتصادية. وحطت عليها معلقة صلصة عشان تعزز الطعم كده واللون. الأكلة دي بحب الرز فيها ما يكونش مفلفل، اللي هو كل الرزاية مخاصمة بعضها، لا، بحب الرزاية تكون طرية فيه. هنا قطعت بطاطساية كبيرة كده مكعبات، ممكن تقطعوا بطاطسايتين على حسب الكمية اللي بتعملوها. قطعتها مكعبات صغيرة وسبتها تغلي غلوتين، 3/4 تسوية. عملت كده تيست للبطاطس، لقيتها بتتقسم بالسكينة بس لسه فيها سنة بيض من جوه، اللي هي مش مهرية قوي، هي كده استوت بس مش مهرية قوي. 3/4 تسوية. كنت طبعا غسلت الرز وصفيته.
نزلت عليها بالرز وقلبتهم وهديت النار وكان استوى الحمد لله. الاكله دي ممكن تعملي جنبيها اجنحه، تسلقي الاجنحه وتحمريها، ممكن تعملي الاجنحه متبله في الفرن، ممكن تاكليها جنب مخلل زي ما انا عملت كده. في ناس بتسلق جنبها بيض وبتاكله بتنجان مخلل. انا بصراحه كنت زهقت من موضوع الفراخ واللحمه، فكنت عايزه اكلها كده يعني ايه بمخلل، واقتصاديه وجميله. والحمد لله يكون يومي خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واللي وراه حاجه يقوم يعملها. ومستنيه رايكم في الكومنتات، تقولوا لي انتوا من النوع اللي بتاجلوا الحاجه ولا بتقوموا تعملوها في ساعتها. استنوني في فيديو جديد ويوم جديد. كانت معاكم ساره الهواري.